ازيكم؟ يوم عربي جميل من ايام المونديال قطر 2022. من زمان ما شفناش العرب متألقين كده، وكمان في يوم واحد بدأت السعودية بفوز جميل على الأرجنتين 2-1، وده اتكلمنا عنه باستفاضة. وكمان قررت يعني تونس حتى لو مش بالمكسب نقطة ثمينة جدا من المنتخب الدنماركي بطعم الفوز. النهاردة يوم عربي جميل بالنسبة لأيام المونديال. بالنسبة لتونس والدنمارك، فريق الدنمارك احنا اتكلمنا عنه لما عملنا حلقة دور ال 16 ومين ممكن يصعد، واتكلمنا باستفاضه عن المنتخب الدنماركي. المنتخب الدنماركي متمرس جدا، منتخب قوي جدا بالنسبه للصعود لدور ال 16 في كاس العالم. عشان كده منتخب تونس النهارده كانت البدايه بتاعته قويه جدا. وبرده ارجع لحلقه حظوظ المنتخبات العربيه هتلاقيني قلت لك بالتفصيل ان انت تعمل نتيجة ايجابية حتى ولو كانت تعادل قدام المنتخب الدنماركي فده مكسب. ان انت تقلل حظوظه وان انت تخليه نيرفز، ان انت تعصبه ان هو ما يكسبش اول مباراة ليه في دوري المجموعات، ان انت تطلع بتعادل. وكمان انت عندك يوم السبت ان شاء الله مباراة استراليا تقدر تاخد الثلاثة بونت، يبقى انت كده عندك 4 تدخل مباراة فرنسا وانت مستريح وتشوف الدنيا ماشية ازاي. بالنسبة للمباراة ما كانش فيها كلام كتير، يعني اتقسمت الدنمارك شوط، والشوط الاولاني كان لصالح تونس. بصراحه لعبوا بروح رهيبه جدا. المدرب القدير قوي الوطني جلال قدري بدا بتوليفه حلوه قوي، وعاوز اقول لك ان هو يعني بدا بروح، واللعيبه من بدري كانت عايزه تعمل حاجه، كانوا هم عندهم الافضليه الشوط الاولاني. وعاوز اقول كمان اللاعب الجميل عصام جبالي، يا راجل حطها يا راجل، يا راجل حطها في الشبكه يا راجل، ده انفراد مش عايزه اي حاجه، حطها تزغرط كده في الشبكه، وكان زماننا دلوقتي بنغني برشا برشا يا مدلع. بس يلا الحمد لله، برضو نقطه ثمينه جدا. ويعني عاوز اقول لك ان انت بالنقطه دي انت كمان بتحط رجلك في دور ال 16 واحده واحده، لان انت هتخلي المباراه بتاعه الدنمارك وفرنسا مباراه اكتر من ساخنه. هتبقى يعني بص ضرب نار، هيبقى في كلاش بينهم يعني هيطلع نار بصراحه. فانا عاوز اقول ان النهارده على الرغم ان الشوط الثاني ما كناش كويسين وكان التعامل بطيء شويه بالتغييرات، والناس اللي بتقول ان دكه تونس ضعيفه، لا، دكه تونس عندها ناس كويسه. وهبي الخزري لعيب هايل، علي معلول مفتاح لعب كويس، سيف الدين الجزيري فيرود كويس، كمان الشعلالي كويس. لا مين قال لا انا ممكن استغل الناس دي؟ يعني في المباريات اللي جايه انا ممكن استغل الناس دي. من الاخر من وجهه نظري تعادل بطعم الفوز، تعادل بطعم الفوز. ان انت ما تخسرش النهارده ده نتيجه ايجابيه وحاجه كويسه جدا بالنسبه لتونس، ونتمنى ان احنا نشوفهم في دور ال 16. نيجي بقى للمباراه الثانيه، المكسيك وبولندا. في حاجه يا جدعان، يعني بتكلم بجد والله، في اندفاع بدني وكم جري في المكسيك وبولندا انا ما شفتوش في حياتي. يعني اكيد في حاجه غلط. الحكم صفر، بداوا يجروا، صفر، خلص الماتش، بيجروا بس. يعني انا عاوز اقول لك ان النهارده يعني هل في نوع منشط مثلا مسموح بيه؟ يعني في حاجه غريبه جدا. يعني انا ما بصراحه انا ما بحبش بولندا، انا بحب المكسيك جدا، ما بحبش بولندا خالص خالص. وعلى فكره التعادل بين المكسيك وبولندا كمان في صالح السعوديه، وده اللي يهمنا. الماتش ما فيهوش اي حاجه تتقال غير ان هم كانوا راكبين تكاتك وبيجروا بس، ما فيش اي كوره. وحاجه اخيره قبل ما اخلص، عاوز اقول لك ان حارس المرمى اللي هو شبه الكابوتشا ده ولا اسمه اوتشا ده بتاع المكسيك، عاوز اقول لك ان هو بيلعب كوره بجد من ايام ما كان التلفزيون في قناتين، القناه الاولى والقناه الثانيه. قبل ما اختم، انزل اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان في معمعه كرويه بعد شويه، وهي فرنسا واستراليا. اشوفكم على خير.